اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناه مارجو مامز كورنر مع تيتا ميري والاكل الصحي. النهارده هنعمل مسقعه صيامي بامانه خطيره في الجمال. هنعملها ازاي؟ يلا بينا. ودلوقتي يا حبايبي هنعمل مع بعض المسقعه صياميه بامانه، بتبقى طعمها زي العسل وكلها فيتامينات وبتبقى حلوه قوي قوي. اول حاجه عندي بدنجان، ممكن بدنجانه بدنجانتين زي ما تعملي، وفلفل اخضر كمان بيفرق في الطعم بيخليها حلوه قوي قوي. وعندنا زيت برضو، ممكن زيت زيتون او زيت عادي يعني ليك الحرية. وعندنا دقيق. وبعد كده بقى عندنا كمان طماطم او قطعة معجون طماطم اهي، كانت عندي فروزن طلعتها، وتوم فريش والفلفل الاخضر. وعندنا البهارات بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن بابريكا، وممكن فيجيتا او ماجي ليك الحرية. عندنا كمان كزبرة ناشفة جميلة جدا، بتخلي طعمها حلو قوي قوي. كزبرة ناشفة وكمون، الكمون تاخدي منه قليل عشان ما يمررش الاكل، والملح وفلفل اسمر. وهنبدأ ان احنا نعمل المسقعة بتاعتنا. اول حاجة هنغسل البدنجان وهنقطعه وهنرش عليه الملح ونسيبه في المصفى يتصفى 10 دقايق. بالشكل ده حبايبي بنقطع البدنجانة وبنقطعها قطع سميكة، مش بتبقى رفيعة علشان احنا هنعملها مسقعة، فبتبقى بالسمك ده، بتبقى بالسمك دوت اهو. بصي كده. ودلوقتي بقى هنجيب الملح بتاعنا وهنتبل قطعة قطعة بالملح من الناحيتين، وهنحط في المصفى بالشكل ده اهو. هنرش الملح كده وهنحط في المصفى. هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بتاعة البدنجان بالشكل ده حبايبي. تبلت البدنجان الكمية اللي انا حباها، ودلوقتي بقى هنسيبها 10 دقايق في الملح وبعدين هنرجع. حبايبي رجعنا للبدنجان بعد 10 دقايق ربع ساعة. جبنا دقيق ابيض اهو، ودلوقتي بقى هناخد بالقطعة كده اهو بالشكل ده، مش هنشطفها ولا حاجة من الملح اهو. وهنعملها كده في الدقيق اهو، وهنحط، هنعمل الكمية بتاعتنا كلها بالشكل ده اهو كده. هو الملح ده جميل جدا حقيقي، حلو قوي قوي. الملح ده اللي انا حطيته على البدنجان بيديها طعم حلو قوي قوي، بيدي للحاجة طعم جميل جدا جدا. حبايبي عملت البدنجان كله، بصي المية اللي نزلت منه ما تبقاش ميه كتير يعني يا دوب. بالشكل ده حبايبي بعد ما عملت كل كميه البدنجان بالدقيق كده، دلوقتي عندنا زيت، اي زيت، زيت ذره او زيت زيتون. بس احنا في اول الصيام زي ما متفقين كده بنجيب العبوه الكبيره دي، بتبقى اوفر وبتقعد معاكي لطول الصيام يعني، هي في اماكن كتير. دلوقتي بقى حطينا شويه زيت وهنبدا نقلي البدنجان، مش هيشرب زيت وهيبقى في منتهى الطعام حقيقي. بقى هنبدا نقلي البدنجان، هنسخن الزيت حلو ونبدا نقلي الوحدات البدنجان ده حبايبي. اول حاجه هنقليها هنقلي الفلفل اهو بالشكل ده. الفلفل بالشكل ده حبايبي بعد ما نقليه لازم نحط عليه رشه ملح، اي نوع ملح عندك لازم تحطي رشه ملح. وبعد كده احنا هنبدا بقى نقلي البدنجان بتاعنا اهو بالشكل ده، هنقليه حلو وهنطلعه على الشبكه بالشكل ده حبايبي. البدنجان بنقليه اهو، يتقلى من الناحيتين اهو بالشكل ده، وهنحط على الشبكه بالشكل ده اهو. هنعمل الكميه بتاعتنا كلها بالشكل دوت ده حبايبي. هنقلي كل كميه البدنجان وبالشكل ده حبايبي. بعد ما قلينا كميه البدنجان بتاعتنا، عندنا توم فريش وعندنا فلفل اخضر وعندنا فلفل اسمر وماجي وبابريكا وكزبره وكمون وتوم باودر وبصل باودر، وعندنا معجون الطماطم، وهنفرم التوم وهنحمره وهنحط عليه الصلصه ده حبايبي. بنحمر التوم بالبهارات بالفلفل اهو بالشكل ده. ودلوقتي بقى هنحط معجون الطماطم اهي، او طماطم نضربها في الخلاط، بس عشان هي معجون الطماطم هحط لها شويه ميه بالشكل ده حبايبي. بعد ما حطيت قطعه الصلصه معجون الطماطم،
ودلوقتي حطيت ميه، لكن لو كنت حاطه طماطم مش هتحطي ميه طبعا، هتسيبي الطماطم تتسبك. لكن دي عشان هي صلصه فمش محتاجه طبعا تسبيك، هي متسبكه اوريدي. فدلوقتي بقى هنزود ميه على قد البدنجان اللي احنا هنحطه، وهنسيب الصلصه بتاعتنا تغلي، وهندوق التتبيله بتاعتها كويسه. بس ناخد بالنا من الملح، لان البدنجان احنا مش شطفناهوش من الملح بتاعه، فالبدنجان بتاعنا متحيق يعني مش محتاج ملح. بالشكل ده حبايبي الصلصه هندوقها نشوفها محتاجه ملح او محتاجه اي شيء، بس تاخدي بالك ان البدنجان فيه ملح. لا، هي الصلصه اعزها كده حلوه قوي قوي. ودلوقتي بقى تغلي غلوتين وهنحط فيها البدنجان. بالشكل ده حبايبي حطيت البدنجان وحطيت الفلفل وسبت كمان شويه ناشفين، لان انا عملت بدنجانتين زودت، ما عملتش واحده، لا انا عملت الاتنين. فاهي بالشكل ده. بالشكل ده حبايبي حطيت البدنجان والفلفل اهو على المسقعه، ويا دوب هتغلي غلوه، وبعد كده هنرفعها على طول من على النار، وهتاكلي احلى واطعم مسقعه صياميه بامانه خطيره في الجمال. وعندنا كمان بقيه البدنجان سايبينه ناشف، يعني اكله رائعه، ناشف وبصلصه، حاجه حلوه قوي قوي. وبالشكل ده حبايبي نكون عملنا احلى واطعم مسقعه، وبالف هنا. باي باي.